شخص داخل دغري وداخل البيت من بابه، بس اختياره مش اختيار اللي اختار ده عشان يحب دي او عايز يكمل مع دي، لا، اختياره من دماغ شخص تاني او حب من طرف تاني. وانا نصحته 50 نصيحة، هو مش واخد باله من الكلام بتاعي، بس يعني انا بدي النصيحة. خدتها خير وبركة، ما خدتهاش برضو خير وبركة ومش مشكلة يعني. بس اهم حاجة اللي فيه نقطة، اللي انا نصحتك. دي اهم حاجة عند اللي انا نصحتك، عشان انت صاحبي وحبيبي نصحتك. ما تختارش حب من طرف تاني اذا كان غلبانة او شقية او طيبة او اي كان ما. طبعا عرفت اللي هي غلبانة منين؟ الناس قالوا لي والناس عادوني، اصل انا شايفها. لا لا لا، ما اسمهاش كده. لما تيجي تخطبها تتعامل معاها، كلمتها، اتعاملت معاها، قعدت اتفهمت معاها، كلت لقمه، شربت كوبايه عصير، فهمت دماغها، فهمت دماغك، ده اللي انت اتعاملت معاها. لكن اللي حد يقول لك اللي الشخصيه دي غلبانه وطيبه ويتيمه ومش يتيمه، ما تاخدش اي فكره من اي شخص او اي كلمه من اي شخص، حتى لو اخوك. شوف، حتى لو ابوك. اختار، انت اللي تختار حبيبتك اللي هتكمل معاك حياتك. ليه بقى؟ انت مش فاهم كلامي. يعني انت لما تفهم كلامي هقول لك انت ليه تختار. انت ذات نفسك تختار شريكة حياتك، عشان ما تجيش من يوم من الايام تعمل مشكله صغيره. صدقني هتسب وهتشتم اللي اختارها لك، والله بجد. اذا كان اخوك او ابوك او امك اي كان ما، هتشتم وهتسب. معنى في الجوازات في مشاكل، مش بقول لك مفيش مشاكل، لا، في مشاكل. انت اخوات وبتتخانقوا، انت وابوك وامك وبتتخانقوا، صح ولا لا؟ اذا كان مراتك اللي مش من دمك مش هتخانق معاها، ده مصارين البطن بتتعارك. لازم يكون في الجوازه في مشاكل. فاول مشكله في الجواز هتنعل اللي جوزها لك، هتنعل اللي فكرك فيها، هتنعل اللي قال لك عليها طيبه. عشان كده انا بقول لك يا صاحبي يا حبيبي، اختار بنت الاصول وخش البيت من بابه اللي انت اخترتها، مش اللي هم اختاروها لك. في فرق كبير قوي، اللي هم اختاروها لك من اللي انت اخترتها. وانت مسير الايام هتفوت وهتعرف كلامي، اذا كانوا هم قالوا لك وانت مشيت في الطريق ده، او انت اخترتها ومشيت في الطريق ده. وهتقول احلى مسا عليك يا احمد يا حسن.